مرحبتين ومرحبا. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ هنعمل كشري بطريقه سهله وبسيطه جدا، وتنفع للمبتدئين، ومكوناتها بسيطه وموجوده في كل بيت وفي كل مطبخ. معانا هنا نص كوبايه شعريه ونص كوبايه مكرونه، هنقلبهم كويس قوي. طبعا انا بعمل على قد عدد الافراد الموجوده في البيت. تمام، هنقلب كويس قوي لحد ما يبقوا معانا لون ذهبي كده وحلو. تمام، هنعمل الكشري كله في حلة واحدة. ايوه زي ما سمعت كده، في حلة واحدة. هنضيف كوباية الرز المغسولة. طبعا انا قللت في كمية المكرونة لان في مكرونات تانية. هنضيف برضو من كل مكرونة مقدار كوباية كده زي ما انتم شايفين كده، وزودت الملح وزودت المية. هنغطي عليهم، طبعا هنغطي عليهم بالمية كويس عشان خاطر ايه، يستوي كويس. وهنضيف العدس ابو جبة كمان، اوعي تنسيه. كل ده في حلة واحدة وهنغطي عليه. هنا طبعا انا سويت الصلصة بتاعت الكشري. بجيب نص معلقة توم، انا فرمة التوم في البيت. نص معلقة توم، تمام، معلقة سمنة او معلقتين زيت. وباجي عاملة ضربة الطماطم في الخلاط. ولما باجي افضي الطماطم على التومة بصفيها بالمصفى اللي هي بتاعة الطماطم. بتدي معاكي بقى ايه، طعم كده تحفة بصراحة. هنا طبعا آه كنت بقلب الكشري. هو طاب وبقى حلو يعني، بس لسه هسيبه شوية على النار بقى بالشكل ده كده. ريحته اقسم بالله تحفة. هتوفري حلل وهتوفري وقت ومجهود، وفي نفس الوقت هتاكلي الحاجة اللي انت بتحبيها. معلش بس اعذروني على التصوير لان الحامل بتاعي مكسور. استحملوا تصويرنا لحد ما نشتري واحد جديد. وياريت لايك وكومنت حلو كده زيكم، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل ما هو جديد. هنا انا غرفت الطبق. عايزه اقول لكم يعني الحمد لله كل حاجه فيه طيبه كويس قوي. انا اول مره اعمله في حله واحده، بس بصراحه ما كنتش متوقعه الطعامه دي. طبعا بقى اللي عايز يحمر بصل واللي عايز يحمر عيش والكلام ده كله، بس انا بصراحه كنت مستعجله فعملت اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ تحفه، بجد تحفه. ريحته فظيعه. ويلا بسم الله كده ندوق. بسم الله ما شاء الله. والله العظيم طعمه زي بتوع المحلات بالظبط. وريحته جميلة. والمكرونات مع الرز مع العدس كله في حلة واحدة، مدي طعم ميكس كده خطير والله. طبعا انا قلبت بقى عشان ابتدي اوزع للولاد. جربوها والله ما هتندم. الكشري ده عشق ولادي بصراحة. هنا بقى كانوا بعد ما اكلوا الكشري وكده كانوا طالبين بقى حاجة حلوة، فقررت ان انا اعمل لهم فشار. يا ماما اعملي لنا اي حاجة، يا ماما اعملي اي حاجة، فعملت فشار. الأطفال يعني عايزين دايما حاجات حلوة، حاجات مملحة، أي حاجة من دي. فعشان ما تجيبيش حاجة من بره يبقى فيها مواد حافظة، فاحنا هنعمل كل حاجة في البيت. أنا فضيت ده كان ب5 جنيه في شهر. وضفت عليه مكعب ماجي، مرقة دجاج. أيوة ضفت عليه مرقة دجاج وسنة ملح وغطيت عليه. طبعا بيزودي الزيت شوية عن المعتاد لأن
يعني 3 معالق زيت بينجز معاكي وبيخلي الفشار يطقطق كله بسرعة مع بعضه. وكمان المرقة عليه بتخلي طعمه بصراحة خطير جدا، بتديله طعم زي طعم الجبنة، زي مثلا طعم الكاتشب، الحاجات دي، بدل ما لسه هتشتري طعم ومش عارفة ايه كده يعني. طبعا هنا انا كنت بهدي عليه النار شوية، وزي ما قلتلكوا قبل كده وفي كل فيديو بقولكوا اهم من الشغل تظبيط الشغل. لازم مواعينك تكون نظيفة، لازم حللك تكون بتلمع، إيه، والحلل بالذات، يعني الحلل الاطباق سهل، الحلل بالذات. طبعا كل ده وهو بيطقطق اهو، كل ده والبهوات واقفين جنب البوتاجاز، كل ده مستنيين وانا مستنية معاهم بصراحة. شايفين؟ عايز اي حاجة لازق في البوتاجاز. هنا خلاص خلصت انا الفشار خلص، قلت لكم في ثواني انجزي مع بعض، يعني هينجز مع بعض. ساعات بجيب له طعم جبنة، وساعات بجيب طعم الشطة والليمون، وساعات بجيب بقى ايه لما ببقى مش لاقية او مفيش وقت ان انا انزل اجيب، بجيب مكعب، بجيب فرقاه على الفشار. جربوها بس. ودايما حاولوا، كان جايب كاراتيه، ودايما حاولوا ان انتوا تعملوا لولادكم الحاجات اللي هي ايه تتعمل في البيت، بتبقى صحية ومفيدة اكتر بكتير من الحاجات اللي بره. هنا خلاص بقى كده انا عايزة افضيه. بصوا ده كمية ب5 جنيه، تخيلوا بقى لو هتشتروها من بره هتديكوا حبايتين قد كده في قلب الطبق. طبعا ولادي مش صابرين، شايفين قد ايه ب5 جنيه؟ لا بأمانة اوفر بكتير واحسن بكتير، وهياكلوا لما يشبعوا.